عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه جميله مع بعض كده. هنعمل مكرونه بقى بالوايت صوص. معانا المشروم اهوت والميكس الجبن، ومعانا كريمه الطهي، ومعانا فلفل الوان طبعا بثلاث الوان بتوعنا، الاصفر والاحمر والاخضر زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ودول كده 3 4 معالق دقيق. والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل ومرق الدجاج وزعتر وملح، والزيتون بتاعنا بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. لو ما عندكيش تقطيعة الزيتون دي عادي، ممكن لو عندك زيتون عادي هتقطعي التقطيعة اللي انت عايزاها، وبصل وفص ثوم. والمكرونه بتاعتي طبعا انت بتختار الشكل اللي انت عايزاه، بس بتبقى انسب شكل. الشكل ده بيبقى جميل جدا. واللبن بتاعنا، ودي طبعا كوبايه زيت، وما ننساش بقى الزبده طبعا. دي المقادير بتاعتنا كده، يا رب تكون واضحه قدامكم زي ما احنا شايفين. هنبتدي بقى نجيب الطاسه بتاعتنا، وهننزل بالزبده بتاعتنا والزيت، نص كوبايه الزيت تقريبا. هي طريقتها سهله وبسيطه جدا ومش مكلفه خالص. كل حاجاتها موجوده عندك في البيت. يعني طبعا بيبقى كلنا عندنا الميكس الجبن، وعندنا التوابل في البيت، والمكرونه والبصل والثوم طبعا ده كل حاجه عندنا، والمشروم طبعا كلنا بنستخدمه طبعا في كل الاكلات بتاعتنا، مفيش غنى عنه. ونزلنا بقى بالبصله كده بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، والبصله بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين. وعايزه اقول لكم على حاجه، على فكره المشروم البروتين بتاعه عالي جدا. يعني انت لو ما ممكن في بنعمل اللي هي النجرسكو طبعا بنحط فيها فراخ، صدور فراخ او كده، انما ديت مكرونه بالوايت صوص فما فيش فيها طبعا بروتين خالص. فببتدي بقى احط اللبن وبحط المشروم، ده طبعا بروتين. ونزلت بقى في فص الثوم بتاعي، ونصفر بقى الفص الثوم كده، ناخده لون كده مع البصله بتاعتنا تشويحه كده. وبعد كده هنزل ايه بالمشروم بتاعي. شايفين المشروم بتاعي فريش ازاي؟ انا طبعا بجيبه على طول دايما باستمرار، بيبقى فريش. في طبعا معلب، بس انا طبعا مش بحب المعلب، بحب اللي هو الفريش ده زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. بناخدهم تشويحه مع بعض كده. شايفين بقى بالشكل ده كده. المشروم بتاعنا بياخد من 7 دقايق ل10 دقايق على النار، لما نحس ان هو مش بيستوي سوا كامل طبعا. وانزل بقى بالفلفل الالوان بتاعي بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. واحط بقى التوابل بتاعتي. كل التوابل بتاعتي حطيتها كده. بصراحة هي أكلة جميلة جدا وبسيطة جدا. هي يعني مكوناتها كتير شوية، بس جميلة جدا بصراحة. زي ما احنا شايفين كده. انا طبعا كده بقى ايه فرغتهم كده في الطبق بتاعنا كده بالشكل ده. هقول لكم بقى نعمل ايه فيهم بعد كده. هبتدي بقى اجيب الحلة بتاعتي، وانزل ببقية الزيت بتاعي وبقية الزبدة، وانزل بقى بالدقيق بتاعي تقريبا 3 4 معالق دقيق كده، من اللي هي معلقة الاكل اللي احنا بناكل بيها دي. بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده لحد الدقيق ما يبقى دهبي معانا. هبتدي بقى انزل بايه باللبن بتاعي، يعني كأنك بتعملي بشاميل كده مثلا. بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وهنزل بقى بايه ببقية التوابل بتاعتي. التوابل طبعا بتدي نكهة جميلة جدا.
هو احنا كده بنعمل البشاميل يعني كأنك بتعملي بشاميل عادي خالص في الاول كده. هبتدي بقى انزل ايه بكريمة الطهي بتاعتي. ايه طبعا المراعي بتجيبها جهينة اي نوع انت بتحبيه. وانا طبعا كنت سلقه المكرونه. هبتدي طبعا ايه انزل بقى بيها في البشاميل بتاعي. وابتدي انزل بقى ايه بالمشروم بتاعي والفلفل الالوان والجبنه الموتزاريلا طبعا، وهي ميكس جبن كامل. شايفه المطه بتاعت الجبنه. إيه طبعا هقولك على حاجه برضو، لو انت مش يعني هتجهزيها ومش هتاكليها دلوقتي حالا في الوقت اللي انت عاملاه فيها، بتسيبي اللي هو الميكس الجبن ده اخر حاجه.